هو ينفع عيد الأضحى من غير ما نعمل الصينية القمر دي؟ النهارده هنعمل رقاق الناشف بطريقة سهلة وبسيطة. لو بتعملي بنفس الطريقة قوليلي، لو ليكي طريقة مختلفة قوليلي. نبدأ ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول حاجة هنبدأ بيها اللي احنا نعصج اللحمة المعصجة للرقاق الناشف هي الطريقة واحدة. هبدأ أجيب الطاسة بتاعتي من غير ما أي مادة دهنية، هنزل اللحمة بتاعتي على طول. هديها بقى تشويحة على الوشين. معايا بصلاية كبيرة مفرومة، انا فرماها في الكبه، انت ممكن تقطعيها مكعبات صغيره اللي يريحك والاسهل ليكي. هنزلها على اللحمه، وبعد كده هنزل معلقه سمنه. اللحمه ما بتاخدش 5 دقايق بكتير، 10 دقايق تسويه. هبهر بقى ملح وفلفل اسمر. اللحمه بتاعتي كده خلاص استوت، هشيلها بقى من على النار على طول. هجيب بقى معايا شوربه، يفضل شوربه بط، شوربه لحمه، مش مستحب شوربه فراخ. معايا بقى كميه سمنه سايحه. هجيب بقى الصينيه بتاعتي اللي على قد مقاس الرقاق بتاعي، هدهن بقى الصينيه دهنه محترمه، كتري بلاش تستخسري. هبدا بقى انزل الرقاقيه في الشوربه، مش هسيبها كتير، يا دوبك بس ابلها. بعد كده ادهن دهنه سمنه، وبعد كده معلقه لبن. معلقه اللبن بتدي طعم حلو قوي للرقاق. هكمل بقى الكميه بتاعتي رقاق، وبعد كده ادهنه سمنه، وبعد كده احط عليه معلقه لبن لغايه ما اوصل للنص. هبدا ان انا انزل اللحمه بتاعتي اللي انا معصجاها، وهكمل بقى بقيه الصينيه بتاعتي بالرقاق اللي فاضل معايا. مش هبوش الرقاق في الشوربه، يا دوبك بس ابله وهطلعه ادهن سمنه، احط معلقه لبن لغايه ما اخلص كل الكميه اللي معايا. ما تسرحيش، رحتي فين؟ ادعي لاخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم نصرا عزيزا. خلصت بقى الصينيه بتاعتي، هبدا اقطعها بالشكل اللي انت تريحك وتحبيه. خلاص قطعتها، هدهن بقى الوش سمنه كويس. الرقاق بيحب السمنه الكتير. معايا فاضل معلقتين لبن، هدهنهم على الوش، وهحط الصينيه في الرف اللي في النص لدرجه حراره 180، هتاخد تلت ساعه. وكده احنا عملنا الرقاق بطريقه سهله وبسيطه. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير، وصلي على النبي في الكومنتات، وربنا يحسن ما بين ايديكم.